بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا نشوف البط في الكيس الحراري. بما ان انا اول مرة اجربه في الكيس الحراري يعني. ما عملتوش بصراحة. انا سلقته بحاله، وشويته وبعد كده. يعني اول مرة اعمله في الكيس الحراري، فهجربه معاكم وهنشوف هنتغدى ايه النهارده. بط يعني محشي، يعني ما تروحيش هنا ولا هنا، هو بط يعني محشي. فاحنا بقى بنعمل ايه الحاجات اللي هي هتتحط في الكيس يعني اللي هيتسند عليها البط، يعني فاهمين؟ يعني دي الخلطة دي كلها بطاطس وبصل وفلفل ألوان وجزر، ويعني اللي عندك حطي، أي بواقي من التلاجة، أي حاجة اللي موجودة عندك كوسة حطي أي حاجة. فهنخرط كل الحاجات دي على بعض ونتبلها بملح وفلفل وكاري وكركم وبهارات فراخ او سماق او كده، اللي انت عايزاه حطيه فيه برضو، مفيش مشكلة عندي خالص. في البهارات كل واحد يحط الايه اللي بيحبه، ورق لوري وحبهان. طبعا البط ده مغسول، مرضتش اوريكم الغسيل بقى وكده عشان ايه، الفيديو هيطول هيبقى كبير. فاحنا خلينا يعني ممكن نوريكم الغسيل لوحده لو عايزين يعني. ونقعناها في ملح ودقيق وليمون. وبعدين طلعناها، عملنا لها الخلطة الجبارة، بطاطس وبتاع ده بصل وطماطم بشرناه وفلفل عملناه في الخلاط وسقيناها بقى وبهرناه برضو، وسقيناها في البطة وعصرنا عليها ليمونتين كده وسبناها شوية ساعتين. كنا قطعنا بقى ايه البتاع ده، هي كانت عزومة يعني. بنات يا حبايبي، وقلنا ايه زهقنا من الاكل نغير يعني، فاهمين؟ كده كده الحاجة غالية، وكده كده بتشتري فراخ يعني مفيش فايدة. ربنا يا رب يفرجها من عنده يا رب، ويفكها علينا وعلى الناس كلها يا رب. فتحطي بس حوالي كوباية مية في الصينية، وحوالي ربع معلقة ربع خل، كوباية خل، وتدخليها الفرن هتستوي. هتختبريها طبعا ان هي استوت وكده قبل ما تفك الكيس. فاحنا عرفنا ان هي استوت وجميلة، حتى مكشتش كتير ولا حاجة اهي. وما شاء الله حطيناها تحت الشواية طلعت يعني، ولا الخضار طعم الشوي فيه مش عارفة اقولك والله بجد. هي كانت عايزة حتة فحمة بقى ونعمل، بس احنا ايه مرضناش، عايزين الطعم البط، احنا عايزين طعمه، فاهمة؟ فانت ايه هتحطيها بقى، هتقدمي بقى. طبعا احنا عاملين محشي وملوخية طبعا وكده، فهي الأكلة بقى كلها اهي. الصوص بقى يا حبايبي ده لو دقتيه خطير جدا جدا. هو عامل زي التورلي كده بس في الفرن، فطعمه حكاية بجد يعني. اتمسح معنى الكلمة يعني. فهي دلوقتي حبيبتي بنتي بتدهنها كده عشان يعني تديها من الصوص اللي نزل ده، بتلمعها يعني وكده عشان تبقى شكلها حلو. بس ويعني وأي بط ممكن تجيبي صدور بس، يعني ممكن تجيبي وراك بس، اللي بيحبوا يعني على بعضها كده أحسن طبعا. عشان اللي بيحب الصدر ياكل، اللي بيحب الورك ياكل. المحشي الخطير اللي متخزن من السنة اللي فاتت يعني، عشان دلوقتي ما فيش حد الكرنب لسه يعني محلوش. فاحنا ايه هنغرف بقى المحشي الطريقة دي. بصوا بقى نزلت احنا بنحب اللي هو تحت ده، اللي هو في اخر الحلة ده، بيبقى مسكر كده وواخد طعم كده، يعني بنتعاركوا عليه. معرفش بقى انتوا كده زينا ولا ايه. ف يعني المحشي اهو، البط اهو، الفلفل برضو، وشوية ملوخية كده حلوين. طبعا مفيش شوربة بقى ولا في حاجة، عشان خاطر هي معمولة في الفرن وكده. بس ان شاء الله تعجبكم وجربوها، وجربوا الكيس الحراري
وهتعجبكم جدا. ومعاه طبعا محشي ملوخية، اللي انت عايزاه تعمليه. ممكن تحشيها فريك على فكرة، وبرضو تحطيها في الكيس. وادي الجمال والطعام اهي. يعني انت تفضلوا معانا كده. ما تنسونيش بقى في الشير واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.